المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة الإريترية، نستهلها بالعناوين. أصحاب البساتين بمديرية كركبة يعملون على تلبية احتياجات منطقتهم. تخصيص مخزن للبطاطا المحسنة في عتكرزان يخفف معاناة المزارعين. تنظيم أسبوع ثقافي وريادي للطلاب في مديريات دكمحرة وعرزة وابن حيلي وعالدخالة. هجوم على موقع نطنز النووي واشتباكات بين حزب الله وقوات إسرائيلية. الولايات المتحدة واليابان تعلنان عن مشروع للطاقة النووية. وفيضانات ملاوي تخلف عشرات الضحايا وتدمر المحاصيل. أهلا بكم. أفاد أصحاب البساتين في مدينة كركبة أنهم يواصلون العمل بشكل مكثف من أجل تلبية احتياجات سكان منطقتهم والمناطق المجاورة من المنتجات الزراعية. وأوضح المزارعون أنهم يبذلون جهودا متواصلة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل المختلفة للأسواق المحلية، بما يسهم في دعم الإمدادات الغذائية وتغطية الطلب المتزايد في المنطقة. وأشاروا إلى أن نشاط البساتين الزراعية في مدينة كركبة يلعب دورا مهما في توفير الخضروات والمنتجات الزراعية، مؤكدين استمرارهم في العمل لتوسيع الإنتاج وتحسين مستوى الإمداد للأسواق المحلية وما حولها. وحث المزارعون الجهات الرسمية على تزويدهم بالدعم الفني وغيره من أشكال الدعم والأراضي اللازمة لزراعة المحاصيل المروية في منطقتهم. ساهم إنشاء مخزن لبذور البطاطا المحسنة في مديرية عتكرزان بإقليم عنسبة في تسهيل الحصول المزارعين على البذور الجيدة في مناطقهم. وأوضح مسؤول وحدة الخضروات والفواكه السيد كستيجي تومه أن المزارعين في المنطقة كانوا يواجهون سابقا صعوبات بسبب عدم توفر مخزن محلي للبذور، ما كان يضطرهم إلى جلب بذور البطاطس من إقليمي الجنوب والأوسط، مضيفا أن إنشاء المخزن في عتكرزان أسهم في حل هذه المشكلة بشكل كبير. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل على توسيع إنتاج وتوزيع البذور المحسنة بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، مبينا أنه تم تحديد مناطق مناسبة من حيث المناخ في أقاليم عنسبة والجنوب والأوسط لزراعة وإكثار بذور البطاطس. كما ذكر أن التجربة التي أجرت في منطقة قلب أظهرت نتائج إيجابية. وأكد أن البذور المحسنة التي تم إنتاجها خضعت لمتابعة فنية من قبل مختصين، وتم التأكد من جودتها قبل نقلها إلى المخازن المخصصة للتوزيع. من جانبه أوضح خبير البذور في وزارة الزراعة السيد تولدي آرون أن عملية إكثار بذور البطاطس الجارية حاليا قد ترفع الكمية على المستوى الوطني إلى نحو 8000 كنتال. وطالب المزارعون بدورهم وزارة الزراعة بمواصلة وتعزيز برنامج حفظ وإنتاج البذور المحسنة، لما له من أهمية في دعم الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاعهم. أقيم في مديريات دكمحرة وعرزة وابن حيلي وعالدخالة بالإقليم الجنوبي أسبوع ثقافي وريادي للطلاب يومي 14 و15 من مارس تحت شعار الطالب المتكامل جسديا وذهنيا هو ضمان الوطن. وشارك في الفعاليات طلاب من مرحلتي الابتدائية والمتوسطة، حيث تضمن البرنامج مسابقات رياضية ومنافسات في المعلومات العامة ومناظرات وأنشطة في الابتكار والأعمال اليدوية، إضافة إلى مسابقات فنية وثقافية متنوعة. وأوضح مسؤولو مكاتب التعليم في المديريات الأربعة أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا الأسبوع يتمثل في تمكين الطلاب من اكتشاف مواهبهم وميولهم خارج نطاق الدراسة الأكاديمية، إلى جانب توفير مساحة لتبادل الخبرات والتجارب بينهم. من جانبه أشار مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كيدانة إلى أن هذه الأنشطة التي تعزز روح التنافس بين الصفوف والمدارس تسهم في تعريف الطلاب بثقافتهم وقيم مجتمعهم، كما تشجعهم على تنمية قدراتهم الفنية والبدنية. وفي ختام الفعاليات تم تكريم المدارس الفائزة في مختلف المسابقات.
أكدت إخصائية الصحة العامة بفرع الصحة في إقليم عنسبة الشابة نجاة عمر أن معرفة الكمية المناسبة من الماء التي يشربها الإنسان يوميا تعد على عاملا أساسيا للحفاظ على الصحة العامة، مشيرة إلى أن نقص الماء في الجسم أو الإفراط في شربه قد يؤديان إلى آثار صحية سلبية. وأوضحت أن التوصيات الصحية تشير إلى أن الرجل البالغ يحتاج في المتوسط إلى نحو 3.7 لتر من الماء يوميا، في حين تحتاج المرأة البالغة إلى حوالي 2.7 لتر يوميا، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الكميات قد تختلف تبعا لعدة عوامل من بينها الحالة المناخية والوضع الصحي للفرد ووزن الجسم والعمر. كما أشارت إلى أن بعض الفئات الصحية مثل المصابين بمرض السكري والربو وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب المعدة وحصوات الكلى قد يحتاجون إلى كميات أكبر من الماء، بينما ينصح المصابون بارتفاع ضغط الدم بشرب الماء باعتدال، في حين قد يحتاج المصابون بانخفاض ضغط الدم إلى كميات أكبر، مؤكدة أهمية استشارة المختصين لتحديد الكمية المناسبة لكل حالة. وفي ختام حديثها أكدت أن شرب الماء بكميات كبيرة دفعة واحدة ليس الخيار الأمثل، بل يفضل تناوله على فترات متقاربة طوال اليوم، مشيرة إلى أن المشروبات الأخرى لا يمكن أن تحل محل الماء في تلبية احتياجات الجسم الأساسية. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجوما على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، فيما أكد التلفزيون الإيراني استهداف مواقع إسرائيلية، فيما دوت صفارات الإنذار جنوب إسرائيل وشمالها مع تواصل القصف المتبادل بوتيرة متصاعدة وفي تطور عسكري جديد. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين تأكيدهم أن إيران حاولت استهداف قاعدة دييغو غارسيا، القاعدة العسكرية الأمريكية البريطانية المشتركة في وسط المحيط الهندي، بصاروخين باليستيين دون أن تنجح بذلك. وفي لبنان، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إصدار أوامر إخلاء جديدة، وأعلن حزب الله قصفه بالصواريخ مستوطنات وتجمعات للجنود الإسرائيليين جنوب لبنان. في الأثناء تسعى الأمم المتحدة إلى وضع خطة تهدف إلى وقف التصعيد وحماية مضيق هرمز، حيث تجري اتصالات مع الأطراف الفاعلة الرئيسية في الخليج والمجلس الأوروبي بهذا الشأن. أعلنت الولايات المتحدة واليابان عن مشروع بقيمة 40 مليار دولار لبناء مفاعلات نووية صغيرة في ولايتي تينيسي وألاباما، وذلك عقب اجتماع زعيمي البلدين في واشنطن. وجاءت المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتشي بعد موافقة طوكيو العام الماضي على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى العام 2029 كجزء من اتفاقية تجارية جديدة مع واشنطن. كما تضمن بيان مشترك صادر بشأن ما يسمى بالمفاعلات المعمارية الصغيرة SMR إعلانا عن استثمار بقيمة 33 مليار دولار في محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي في ولايتي بنسلفانيا وتكساس. وكان البلدان قد أعلنا في فبراير عن الدفعة الأولى من المشاريع في إطار صندوق استثمار جديد يتضمن التزامات بقيمة 36 مليار دولار في 3 مشاريع بنية تحتية. وأكد بيان أن هذه المشاريع ستضمن الأمن من خلال تسريع النمو الاقتصادي للبلدين، مما يمهد الطريق لعصر ذهبي جديد للتحالف الياباني الأمريكي المتنامي باستمرار. أعلنت السلطات في مالاوي أن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم خلال 4 أيام من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، في كارثة جديدة تضيف أعباء على الدولة التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية. وقالت إدارة شؤون الكوارث إن التقارير الأولية تشير إلى أن نحو 9600 أسرة تضررت بفعل السيول، في حين أقيم 12 مخيما لإيواء النازحين.
وقد بدأت السلطات توزيع المساعدات الغذائية واللوجستية على المتضررين، لكنها ناشدت شركاء محليين ودوليين تقديم دعم مالي وتقني لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الفيضانات جرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بما في ذلك محاصيل التبغ إضافة إلى رؤوس الماشية، وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات اقتصادية خطيرة على البلاد. قتل 11 شخصا في حريق اندلع بمصنع لقطع غيار السيارات في وسط كوريا الجنوبية، بينما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين وفق ما أعلنت السلطات الكورية الجنوبية. وقال مسؤول في إدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة لوزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية: حسب معلوماتنا بلغ عدد القتلى 11 شخصا وعدد المصابين بجروح خطيرة 25 شخصا. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن 170 عاملا كانوا موجودين في المصنع وقت اندلاع الحريق. وأوضحت الوكالة أن عناصر الإطفاء لم يتمكنوا من دخول المبنى فورا بسبب خطر الانهيار. نختم هذه النشرة مشاهدينا في كل مكان بأهم ما جاء فيها. أصحاب البساتين بمدينة كركبة يعملون على تلبية احتياجات منطقتهم. تخصيص مخازن البطاطا المحسنة في عتكريزان يخفف معاناة المزارعين. تنظيم أسبوع ثقافة وريادة للطلاب في مديريات دكم حرة وعرزة وابن حيلي وعدخالة. هجوم على موقع نطنز النووي واشتباكات بين حزب الله وقوات إسرائيلية. الولايات المتحدة واليابان تعلنان عن مشروع للطاقة النووية. وفيضانات ملاوي تخلف عشرات الضحايا وتدمر المحاصيل. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة وشيقة وشكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.